واحدة بتقول أنا زوجي مغترب وأنا قاعدة في بيت بابا طول ما هو مسافر، كل فترة بروح أشوف شقتي. المرة دي لقيت حاجة غريبة في الشقة، زي مكان أكل مش متنضف كويس، خفت يكون فار أو حاجة دخلت. لقيت على الكنبة علامات كأن حد كان قاعد عليه، والمسند مش معدول زي ما كنت سايباه. قلت أكيد حد دخل الشقة. بصراحة ظنيت في حد من أهل جوز. في الآخر لقيت مفتاح ناقص من مفاتيح الشقة الاحتياط، كنت شايلاه جوه الشقة. ندهت جارتي أسألها، قالت ما شفتش، يمكن أنت نسيت. فضلت أدور على خيط لحد ما عرفت الحقيقة. بنت أختي كانت في الشقة، والمصيبة كان معاها واحد، هي اعترفت لي بكده. قلت لاختي اللي هي امها، ولما سالتها قالت انا خفت اقابله بره لحد يشوف. قالت احنا والله قعدنا بس وما حصلش بينا حاجه. طبعا خدت ضرب السنين من باباها وكانت هتموت فيه. المهم الشخص ده جه واتقدم لها قبل كده بس باباها رفض، ودلوقتي انا محتار احكي لجوزي ولا لا. اختي قالت لي ما تحكيش، بس ده مريم مأنبني ناحيه جوزي. هو مش هيقول لحد بس هيزعل من الموقف، وخايفه يكون حد من الجيران شافها ويقول له وياخد فكره غلط عنه. وبرجع اقول انا محافظه على شرف جوزي، يبقى ربنا عمره ما هيظلمني. فانا مخنوقه قوي، فياريت تنصحوني اعمل ايه.